المهم باش من اختصار شديد، حاولت ندير واحد الفيديو ساعه لانه المده ديالو كان فيها 6 دقائق، ما قدرتش كيفاش نحملو على الفيسبوك. نحاول ان شاء الله. هو يعني هو رد على السي المغودي اللي تنحترمو كاملين وانا عندي به علاقه طيبه، ولكن يردد واحد العبارات وواحد التصريحات وهي عباره استفزتني بصراحه. استفزتني وتتكلم على ان القرار ديال اعاده المباراه ديال الجديده زعما ما كانش القرار، ما كانش خصو يكون لولا الخوف ديال الجامعه من الرجاء. انا غير باش نقول السي المغودي بانه ربما المستشارين ديالو في الناحيه القانونيه، انا 3 ديال سمعتو في يعني يصرح بامور قانونيه اللي هو انت ماشي رجل قانون، وحتى الناس اللي تتشاور معاهم ربما لا عندهمش درايه كبيره بالقانون، وشي عادي يعني فهمتي في المواقف ديالك يعني الخاصه، التعاليق ديالك على احداث، ولكن الامور القانونيه خصنا ندخلو، خصوصا انت تمس واحد الفرقه اللي تنتميو ليها. فيما يخص المباراه ديال الجديده، فيما يخص المقابله ديال الجديده، المقابله ديال الجديده السي المغودي انا نشرحها لك يعني بشكل واضح. المقابله ديال الجديده كاين هناك جوج ديال المواد. كاين الماده 3 الفقره 9 من الماده 3 من قانون المسابقات، وكاين الماده 21. الماده 3 تتكلم بشكل عام على المقابلات المحليه، خاص يكون بينهم وبين مقابله محليه ومقابله محليه يومين. كاين الماده 21 اللي هي ماده خاصه تتكلم على الالقاب القاريه وتتكلم على الالتحاق بالركب، بمعنى المؤجلات، المباريات المؤجله. تحطت واحد المقابله دوليه او قاريه ولعبتيها برا وكانت محليه وجيت باش تلعب محليا، او لعبتي محليا مقابله محليه ومشيتي بغيتي تلعب برا، خاصك 3 ايام. انا بغيت نعرف السي المغودي فين الجامعه، علاش الجامعه غتخاف من الرجاء؟ غتخاف من الرجاء من اجل وطبقات القانون؟ ما يمكنش يكون كلام موضوعي، لان قلتيها بزاف ديال الكلام وقلتي بان الرجاء ما استحقش هذيك النقطه وبان هذيك البطوله خداها، وهذا خلينا وبقيتي تتعاود فيها، وحنا راه ما يمكنش نسكتوا على هذا الشيء. دابا انا تنقول لك السي المغودي، هذوك الناس ديالك المستشارين ديالك انا مستعد ندير معاهم مناظره، حيت انت ما غنديرش معاك مناظره لانك انت بعيد على القانون والمجال التكوين ديالك بعيد على القانون، احتراماتي ليك. بالتالي تتكرر واحد الكلام وتتبروفوكي فينا بهذا الكلام ديال انتم ما تستحقوش هذيك المقابله وهذيك النقطه اللي جات البطوله. راه كلامك راه ماشي قانوني وخاطئ، كون عي كان صحيح متفقين. كلامك غلط، كلامك لا علاقه له بالواقع، كلامك غلط. وانا تنقول لك القانون دابا الجامعه هذه علاش غتخرق القانون حيت خافت من الرجاء؟ الجامعه كون كانت تخاف من الرجاء، مجموعه من الامور اللي تادت منها الرجاء كانت تراعي فيها الجامعه الجمهور ديالها، ولا الرجاء ولا ربما لانه ما كاينش شي فريق اللي تكون عنده الجرأه على انه يطعن في القرارات. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه في القضيه ديال البنزرتي نفس الامر قلتي، وانا تنقول لك تنتحدى اسفي كون مشات للطاس واش كانت غتربح الموقف ديال البنزرتي، لان الفصل واضح تيقول لك لي زورغان ولا لا ليغ ولا لا فيديراسيون ولا هذا كان خاصها دير ما يسمى بالامتداد الدولي. إل دواف القانون اللوائح ديال الفيفا تتقول لك إل دواف انونسي او زورغان ديال الفيفا بان هذا المدرب راه عليه عقوبه. الجهه التنفيذيه قالت لك الجامعه ارتكبت خطا، واعتبرت بان المرفق العام ارتكب خطا ولا يضار احد بخطا المرفق، فبالتالي المرفق ارتكب خطا وحنايا تقول لنا الجامعه خافت من الرجاء. بالكلام منطق. اللائحه اللي كاينه في المغرب تتقول إل بوف، اللائحه في المغرب تتقول إل بوف. اذا وقياسا على اللاعب حتى لما تيكون لاعب فايت 3 ديال العقوبات ديال المباريات، 3 و3 الشهور ديال سميتو، ملزمه الجامعه باش دير ما يسمى بالامتداد الدولي في الTMS وتخبر الفيفا بان هذا اللاعب راه عنده عقوبه وخصو فين ما مشى يلعب خصو يتنفذ عليها. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه السي المغودي هو تتكلم على الرجاء دارت شكوى من بعد المباراه وبانها ما غاداش تستافد من 3 النقاط.
انا عاوتاني هذوك الناس اللي تشاورتي معاهم السي المغودي غيقول لك راه كاينه الماده 107، رغم هذيك الماده 106 اللي تتكلم عليها اللجنه التاديبيه، انا غنجيو ان شاء الله للاستئناف وغناقشوها معاهم. هذيك الواقعه كلها لا علاقه لها ب 106 او 106 مكرر، تنتكلموا على 107. 107 تتكلم على لو ريزيرف ابخي افون لو ماتش ولو ريزيرف في اون كور دو ماتش، وكاين لو ريزيرف اللي تيكون بعد لو ماتش. متفق معاك، لو ريزيرف اللي تيكون من بعد الماتش تكون بمثابه الشكايه، وكانه الرجاء ما يمكنش تستافد من 3 النقاط، ولكن ما قالوش لك الفقره الرابعه، الفقره الرابعه اللي هي بي، لا المهم الفقره الرابعه من الماده 107 تتكلم على واحد الشرط: اذا كانت هناك تزوير ولا كان هناك تغيير الحقيقه او ما يسمى ب بمعنى اخفاء، اذا كان هناك اخفاء فالرجاء واخا دير اعتراض من بعد، واخا دير وتبني على شكايه، فهي تستافد من 3 ديال لي بوين. انا ما غاديش نهضر على الواقعه، التناقضات الناس شافوها، شافوا التصريح ديال بلقشور، شافوا التصريح ديال الحكام، شافوا التصريح ديال الشركه، شافوا التعقيب ديال الحكام، شافوا التصريح عاوتاني التعقيب ديال الشركات، شي كلشي شناه وكلشي غيتعرض في محكمه الاستئناف، لجنه الاستئناف بفضل المنازعات. اما باش تكلم على انه الرجاء ما محققش 3 بوان، هذوك المستشارين ديالو كالسي المغودي قول لهم اخويا الفقره الاخرى من الماده 107 راه تتكلم على الحاله ديال الرجاء، تتكلم على الحاله ديال الرجاء، مفهوم؟ نزيد لك واحد القضيه السي المغودي، راه الرجاء نرجعوا للمقابله ديال الجديده، راه الناس ديال لجنه التاديب اللي هما قضاة، وانت تطعن في الفرع ديال قضاة، فهذوك الناس سيدي راه طبقوا لائحه محليه، قانون محلي، وهذاك القانون المحلي راه تيخضع للمنظومه قانونيه دوليه. راه ما يمكنش، راه شوف، راه تقدر تهضر لي على ممكن حكم في قضاء الاسره تنتقدوا، لا هذا راه الا مشيتي للفيفا ولا مشيتي للطاس غتقول لك ها اللوائح اللي حنا شرعناها، هاد القاعده هذه باش ان تطبق على جميع اللوائح في العالم. وهذاك قانون المسابقات اللي استدلوت به هذوك الناس في الماده 21، هذاك القانون راه تلائم مع الفيفا وما كانش غيطبق في المغرب لو انه ما صادقتش عليه الفيفا، لان الفيفا عندها قواعد ملزمه، قواعد امره ينبغي لجميع الاتحادات في العالم، في تونس، في المغرب، في الجزائر، غتلقى نفس قانون المسابقه تطبق في المغرب، قانون المسابقه تطبق في الجزائر وفي تونس، وغتلقى هذيك الماده 21 ولو تقدرت عندها رقم اخر غتلقاها تتكلم على لما تكون هناك مسابقه قاريه او مقابله قاريه. السي المغودي ما تبقاش تقول اختي خافوا ولا ما طبقوش القانون، الله يرحم بها الوالدين، الله يرحم بها الوالدين، كل واحد عنده التخصص ديالو وكل واحد عنده مجال فين تيبحث فيه. راه حنا القانون راه عايشينه 24 ساعه على 24 ساعه، تقول بانه تيخافوا من الرجاء، باش غيخافوا من الرجاء؟ هذا كلام معقول، كلام منطقي. فبالتالي تنعتبر بانه الميساج اللي بغيت نوصل للسيمان، لان استفزني بزاف هذا الكلام هذا، وسمعتها مره ماشي جوج ماشي 3 ماشي 4، ويقولها باليقين، تقولها باليقين السي. ونعطيك واحد النصيحه لوجه الله، هذوك المستشارين ديالك سير بدلوا، راه الناس ما تيفهموش في القانون، الله يعاونك. وتنحترمك انا وعلاقتنا طيبه وراك عارف اللي كاين، ولكن هذا الامر هذا نسدوه.